عليكم، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة وطاقة إيجابية إن شاء الله. فيديو النهاردة هيكون عن الفولية والحمصية بمناسبة المولد النبوي عليه أفضل الصلاة والسلام. كل سنة وحضراتكم طيبين. هنعملها بمقادير مظبوطة وتطلع معاكي 10/10، وكمان في مكون سحري هنحطه عليها هيخلي القرمشة بتاعتها خفيفة جدا. يلا بينا نبدأ المقادير وطريقة التحضير. أول حاجة عندي في المقادير 3 كوبايات من السكر، هنحط عليهم كوباية من المية. طبعا انا المج اللي انا معايره بيه السكر هو اللي انا معايره بيه الميه. زي ما حضراتكم شايفين اول ما يبدا في الغليان شويه هننزل بقى بعصره ليمونه كبيره، بعد كده رشه من الملح بتعادل الطعم، وبعد كده فانيليا، وهنحط بقى معلقتين من العسل الجلوكوز. اول ما بيغير لونه زي ما حضراتكم شايفين كده هننزل بربع معلقه من البيكربونات الصوديوم، هو ده المكون السحري اللي بيخليها هشة. هنيجي هنا بقى عندي كوبايتين من الفول السوداني. طبعا هو اوريدي محمص، بس انا بقى لازم اسخنه على النار، او ممكن تحطيه في صينيه تحطيه في الفرن عادي جدا. هنزل بقى عليه بالسيرب اللي احنا عملناه. طبعا شايفين اللون الاخير بتاعه زي ما حضراتكم شايفين. هنجيب بقى صينيه ألمونيوم هندهنها بدهنة زيت كويسة جدا، لازم ندهنها بزيت كويس يا جماعة عشان تعرفي تشيليها، وبنسويها زي ما حضراتكم شايفين. طبعا تعمليها بالسمك اللي حباه طبعا. هنيجي بقى الحمص، عندي كوبايتين من الحمص، شوحتهم برضو على النار زي برضو الفول بالظبط طبعا، وحطيت عليهم السيرب وحطيتهم وسويتهم زي ما انتم شايفين وقطعتهم، وزي ما انتم شايفين ما شاء الله جميلة جدا بجد. يعني طعمها جميل جدا، وكمان القرمشة بتاعتها خفيفة خالص. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب عشان تقدروا تشوفوا كل الفيديوهات بكل سهولة، واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.